الاستغفار ليس مجرد كلمات تقال، بل هو باب يفتح لمن يطرقه بصدق. سأحكي لكم قصتي كما حدثت تماما دون مبالغة. أنا شاب من الجزائر، كنت أعمل عملا بسيطا بالكاد يكفيني لتغطية مصاريفي اليومية، وفجأة فقدت عملي. وبدأت بعدها مرحلة صعبة جدا من حياتي. تراكمت علي الديون وضاقت بالدنيا، حتى أصبحت أستيقظ كل يوم وأنا أشعر بثقل في صدري، وكأن الحياة أغلقت في وجهي. وفي أحد الأيام كنت جالسا في المسجد بعد الصلاة، فسمعت رجلا يتحدث عن الاستغفار، وقال جملة لم أنساها أبدا: أكثر من الاستغفار، فوالله إن فيه فرجا لا تتخيلونه. لم أكن مقتنعا كثيرا، لكني قلت في نفسي: لن أخسر شيئا إن جربت. ومن تلك اللحظة بدأت، جعلت لساني يلهج بالاستغفار في كل وقت، في طريقي، في بيتي، وقبل نومي وبعد استيقاظي. كنت أقول: أستغفر الله، أستغفر الله، دون انقطاع. في الأيام الأولى لم يتغير شيء، لكن الذي تغير هو داخلي. بدأت أشعر براحة غريبة وهدوء لم أعرفه منذ زمن، وكأن شيئا ثقيلا بدأ يزول عن قلبي. وبعد حوالي 10 أيام رن هاتفي، كان رقما غريبا. ترددت قليلا ثم أجبت. قال لي المتصل: هل أنت فلان؟ لقد حصلنا على رقمك من أحد معارفنا، ونبحث عن شخص للعمل معنا، هل ما زلت مهتما؟ تفاجأت لأنني لم أقدم على هذا العمل أصلا. ذهبت للمقابلة وكنت متوترا جدا، لكن الأمر تم بسهولة عجيبة، وفي غضون أيام قليلة تم قبولي في العمل. خرجت يومها وأنا لا أصدق ما يحدث. وقفت وحدي ودموعي تنزل دون شعور، وقلتها من قلبي: يا رب، هذا بسبب الاستغفار؟ منذ ذلك اليوم لم أتركه أبدا، بل زدت عليه، وكلما ضاقت بالحياة بعد ذلك كنت أعود إليه فأجد الفرج.